المهم، وهو فعلك الطيب مع الطفل اليماني صقر. وباك تكلمني وين لقيته وكان من كان معه يعني في وقت ليل نهار. حدثني عن الموضوع هذا اللي كان يعني ترند في خلال الفترة الماضية ولا زال ترند لحد الآن. طيب الحمد لله، أول شيء هذا توفيق من الله سبحانه وفضل من الله سبحانه وتعالى. أنا طلعت في يوم من الأيام الظهر، ولا هو بعادتي إني أطلع الظهر أروح للصيدلية مثلا أجيب أغراض أو أجيب شيء. في ذاك اليوم سبحان الله اللي ساقني له. سبحان الله. إيه، طلعت الظهر وكان معي ولدي رواف عمره تقريبا 12 سنة، قد صقر. الله يخليك. اللهم. رحت للصيدلية، أول ما جيت عند الصيدلية هلا الولد يا ابوي شوف الولد يبكي وش طالع. أنا ما كنت منتبه، وقفت على طول ونزلت له إلا هو يبكي ويده فيها يعني إصابات وشيء. وأنا مسكه وش سالفتك وش فيك يا ولد؟ بدأ إيش ينهار ويقول اللي عنده. مسكين. إيه، سبحان الله كواجبنا احنا يعني كإعلاميين أو كمشاهير، مسؤولية اجتماعية، انك تحاول انك تساعد هالطفل بأي شيء وتوعي برضو المجتمع. احنا بعد مقبلين على رمضان وكذا، ففي كثير من الناس ممكن يستغل هالأطفال أو شيء زي كذا. فسألته مثل ما شفته في المقطع، تأثرت أنا بنفسي حتى اني بكيت معه. كلنا تأثرنا. اي والله كلنا تأثرنا. فالولد زي ما شفتوا انتم قصته، هذا اللي حصل. بعدها قلت له بكلم الشرطة، يعني بعض انا ابغى اصدق انه هو فعلا. قلت اكلم الشرطة، قال كلم الشرطة انا ابغى امي بس. يا الله. ايه، فالحمد لله كلمت الشرطة والجهات الرسمية والمختصة وتجاوبوا معنا والحمد لله، وتمت الامور، تم القبض على الشخص وتم احتواء صقر، وقدموا له الرعاية الصحية والإنسانية وهالأمور هذه، والحمد لله حتى لقى تعاطف كبير من الوطن العربي كله. يعني لحظة يوم حصلت أنت وديت الشرطة ولا هم اللي جو الشرطة وأخذته؟ لا، أنا اتصلت على دوريات على الشرطة وهم جوزت المهم. المهم. اي، وانا رحت معهم بعد كذا للقسم عشان نكمل باقي الإجراءات. طيب متى نشرت المقطع؟ المقطع نشرته تقريبا بعد أسبوع من القصة. بعد أسبوع. استأذنت طبعا لأنه النشر بدون استئذان أظن. لا أكيد طبعا. أصلا فترة الأسبوع هذه كان فيها إجراءات يعني قانونية تصير أو في إجراءات متبعة أصلا، اللي هي إجراءات القبض على الشخص والمتابعة والأمور هذه. فكان فترة الأسبوع هذه خلاص كفيلة بأنها إيش ينتهي الموضوع وكل شيء. بعدين نشرت المقطع. يعني تم القبض على على طول قبل النشر ولا لا؟ ايه طبعا. انا نشرت خلاص كل شيء تمام. كيف لقيته؟ يعني كان في اصداء غير طبيعيه طبعا في الشارع السعودي اولا، في الشارع اليماني ثانيا. يعني الشارع يعني الاخوان في اليمن يعني تفاعلوا معك تفاعل الحمد لله غير طبيعي صراحه. الشعب اليمني كيف شفت تفاعلهم معك؟ شوف، الشعب اليمني شعب كريم، شعب شهم، فيهم نخوه، فيهم حمية، فيهم نعارة، فيهم إنسانية. فاللي أنا شفته من الشعب اليمني طبعا هم يقولون إحنا نرد الجميل، فهم يعني أنا ما أشوف في جميل، هذا واجب أول شيء علي وعلى أي مواطن سعودي ممكن يشوف هالشيء أو يقابل يعني هالأمور. فأنا شايف إنهم الآن هم أصحاب الجميل، هم أكرموني يعني بشكل كبير جدا جدا، ما بين حتى غير الدعم والكلام اللي نشوفه في السوشيال ميديا والقصائد والشيلات والرسائل والاتصالات اللي تجيني بشكل يعني يومي. فيه مثلا تجار يمنيين من السعودية ومن برا مستثمرين اتصلوا علي على تكريم وعلى كذا، فأنا كنت أرفض أي تكريم وأقول يا جماعة هذا واجب، أنا بتكرموني على إيش؟ هذا واجبي. هذا الواجب. اي والله تستاهل كل علم طيب. تستاهل الطيب. الحمد لله، الله يعطيهم العافية الشعب اليمني والشعب السعودي والشعب الخليجي وحتى
من الوطن العربي. مم. انا لقيت يعني اصداء كبيره وشكر وتفاعل كبير من الوطن العربي كله. هو دائما